السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في سعيه لتحقيق رغبات جمهوره العريض ودعم فريقه بطل مصر وأفريقيا والتعاقد مع مهاجم محترف غالي الثمن، وده كان طلب رئيسي الجمهور الأهلي في كأس العالم للأندية. الخطيب بيفتش على أي مصادر دخل ضخمة للنادي الأهلي، بس مهم تكون بالدولار علشان توفر للأهلي السيولة المطلوبة لشراء المهاجم المحترف الغالي الصيف اللي جاي. مطلوب حوالي 4 مليون دولار ما بين النادي وما بين اللاعب علشان النادي الأهلي يقدر يشتري المهاجم اللي جمهوره نفسه فيه. الحمد لله امبارح باب صغير قوي اتفتح. امبارح الاتحاد العربي لكرة القدم بيدعو النادي الأهلي للعودة للمشاركة في كأس الأندية العربية الأبطال بعد ما ارتفعت جوائزها عشان تكون الأكبر في التاريخ. 10 مليون دولار، منها 4.2 مليون دولار للبطل. الأهلي ما بيشاركش في البطولات العربية بقاله كتير بعد ما كان كسب كل البطولات العربية في التسعينيات. الاتحاد العربي قدم للأهلي كل الإغراءات المالية الممكنة علشان يدعوه للمشاركة في كأس الملك سلمان اللي هتقام بمشاركة 37 نادي في السعودية، نهائياتها في 3 مدن: أبها والطائف والباحة. الاتحاد العربي في اتصالاته المبكرة جدا مع المسؤولين في الأهلي عشان يقنعوهم مشاركة الأهلي ترفع جدا الإيرادات، ترفع جدا الجمهور، ترفع جدا الدعاية والرعاية والبث التلفزيوني. زي ما قلت لكم الأهلي كسب دوري الأبطال وكسب كاس الكؤوس وكسب كاس النخبة العربية في التسعينات كتير. الاتحاد العربي بيقدم للأهلي هدية مقبولة، إنه يشارك مباشرة في الأدوار النهائية. الأهلي مدعو يشارك اعتبارا من دور ال16 مراعاة لظروف النادي الأهلي. النادي الأهلي الموسم اللي جاي عنده دوري أبطال إفريقيا، عنده دوري السوبر الإفريقي، عنده الدوري العام، عنده كأس مصر. ممكن تزيد كمان، يبقى في كأس السوبر الأفريقي، يبقى في كأس أندية العالم وكأس السوبر المصري، كده بقينا 7. لو اشتركنا في البطولة العربية يبقى 8 بطولات الموسم اللي جاي. اعتقد عمرها ما حصلت ان فريق يشارك في 8 بطولات. النهاردة نادي سموحة بيتقدم بمذكرة او شكوى لاتحاد كرة القدم، بيطالب بإعادة مباراته مع الزمالك اللي خسرها امبارح 3-1 في اسكندرية بقرارات لحكم المباراة إبراهيم نور الدين. كلنا عارفين ان الاحتجاج ده ملوش اي قيمة على الإطلاق. حتى القرار اللي طلع إيقاف الحكم إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى، كذب في كذب، وكل ده إلهاء. أراهنكم من دلوقتي، النهاردة 14 فبراير، أراهنكم مش هيخلص شهر فبراير اللي مفضلش فيه غير 14 يوم إلا وإبراهيم نور الدين هيكون موجود بيحكم ماتش في الدوري أو مسافر بره يحاكم بره. والله نفسي أقوم دلوقتي من التسجيل ده أسافر على الأردن في أول طيارة، أروح لنادي الفيصلي أقبل راس كل واحد شاط إبراهيم نور الدين بالشلوط، أقبل راس كل واحد صفع إبراهيم نور الدين على قفاه في نهائي البطولة العربية 2017 في القاهرة لما ظلمهم لصالح الترجي. وبالمناسبة إبراهيم نور الدين عنده الزمالك والترجي فوق، ما هو لسه مأهل الترجي اللي دوري أبطال أفريقيا، وكلاتنبرج وقفوا بعديها بعد ما جامل الترجي. امبارح طالع أحمد سامي المدير الفني لسموحة بيقول المنظومة كلها اللي بتاعت الكرة في مصر بتساعد الزمالك عشان يقوم، وأخطاء التحكيمية المقصودة ضيعتنا في المباراة. المنظومة كلها بتدعم الزمالك، كله بيجامل الزمالك علنا. لما يطلع امبارح جهاد جريشة في التحليل يقول لك ابراهيم نور الدين عمل جرايم رجعت التحكيم المصري لورا، بينالتي سموحة ما فيش حكم في الدنيا ما يحسبهاش. نفس اللي قاله جمال الشريف الحكم الدولي السوري، نفس اللي قاله سمير عثمان على اون تايم لما قال لك بينالتي سهل قوي والفاول واضح قوي وكل شيء واضح.
وضاف عليها ان البنالتي اللي حسبها للزمالك ما فيهاش لمسه يد، وان الفيديو عطاله صوره واضحه، لكن هو كان مصمم يأذي. اللي حصل في ماتش سموحه والزمالك امبارح وفوز الزمالك 3-1 دي سرقه علني، سرقه علني. لكن الكره في مصر سرقه، الكره في مصر الحكام حراميه وحميها حراميها. لما الجمهور في المدرجات يسقف للسرقه برضه في مصر، لما الجمهور على الشاشات يسقف للسرقه والخبراء الزملكاويه بتاع اون تايم يسقفوا للسرقه، ده ما يحصلش الا في مصر. لما الحكم نفسه يروح يتفرج على السرقه بتاعته في الفيديو ويرجع يقرر اعتماد السرقه والتكميل، يبقى ده ما بيحصلش الا في مصر. بينالتي 100% واضحه ما بتتحسبش، وبينالتي ما فيهاش ريحه البينالتي بتتحسب للزمالك. ازاي؟ الفاولات طول الماتش هنا بالهمس وهنا باللمس، والناحيه التانيه اللي بيضرب وبيأذي وبيعمل كل حاجه ما بيتحسبش عليه فاول. 5 ماتش للزمالك من غير انذار في الدوري، والله ما حصلت في تاريخ الكوره، والله ولا ريال مدريد ولا برشلونه ولا في اي دوري في العالم فريق يلعب 5 ماتشات ورا بعض في الدوري. دي تدخل موسوعه جينيس بوك، تدخل موسوعه جينيس بوك على ايد الحراميه ابراهيم نور الدين ومحمود البنا ومحمود ناجي الزمالك واحمد الغندور وكل الحكام وعبد العزيز السيد والقلاوي اللي طالع جديد، كل دول يدخلوا النار، مش بس يدخلوا موسوعه جينيس بوك. انما لما بيروحوا يلعبوا افريقيا او لما بيلعبوا مع حكم اجنبي ياخدوا انذارات عادي، زي ماتش بلوزداد اللي كان من 4 ايام اللي خسروه في القاهره. الكره في مصر يا جماعه بقت سرقه علني، بس السرقه الحقيقه مش في الكره بس، سرقه في حاجات كتير، بس في الكره سرقه علني. سرقوا 2 دوري ورا بعض للزمالك، وسرقوا 4 أو 5 كاس. انما لما يبقى محمد فاروق اللي سرق كاس مصر من وادي دجله للزمالك سنه 2014، وبعدين سرق كاس مصر تاني من سموحه للزمالك 2018، لما يبقى هو رئيس لجنه الحكام مستني ايه غير ان يبقى السرقه بقت عامه والسرقه بقت مسموحه؟ حرامي هيشتغل معاه غير حراميه زيه محمد فاروق لما يجي. يلا، وعشان الموضوع يكمل مطلعين ابراهيم نور الدين امبارح على الهوا وهو جاي في القطر من اسكندريه يتكلم على الهوا يبرر الجرايم والسرقات بتاعته. انما انت بقى كمشجع وكمتفرج وكواحد بيحب الكرة، تعرف الحكم الفاسد منين؟ تعرف الحكم الفاسد لما يشوف بعينه مخالفة ضد الفريق اللي بيحبه او بيجامله ويتجاهلها، ما يحسبهاش ويعمل ميت ويكمل اللعب. تعرف انه فاسد اكتر ايه؟ لما الفيديو يجيبه يقول له تعالى اتفرج في بينالتي، يرجع يتفرج على الفيديو ويرجع برضه ما يحسبهاش. تعرف قد ايه هو مصمم انه يسرق. طب مين اللي افسد بقى؟ اديك شفت الحكم الفاسد وعرفته. مين الحكم الافسد؟ الحكم الافسد هو اللي يخلق مخالفه لصالح الفريق اللي بيجامله من غير مخالفه، يخلقها من العدم. لاعب يلعب الكره براسه يقول لك تيت بنالتي لمست ايده، طب دي براسه. اذا كان ما فيش لعيب من الزمالك طالب بلمسه يد، لعيبه الزمالك اللي هم بيطالبوا بالهوا ما حدش فيهم طالب بلمسه يد، ما حدش فيهم رفع ايده، لان كلهم شايفين الكره جت في دماغ المدافع، الا واحد بس في الملعب قرر يبقى بينالتي. الفيديو جابه قال له تعالى اللعبه في راسه، جابه راح اتفرج لقاها في راسه، رجع حسب البينالتي برضه. احنا امام افسد حكام الدنيا اسمه ابراهيم نور الدين. قلنا الكلام ده من 10 سنين، طالبنا بشطبه من 10 سنين. ماتش اهلي وزمالك 2014 في الدوري فاصل، حسب علينا بينالتي لصالح احمد جعفر، غطس بشع وضاعت، اتشاطت فوق العارضه زي امبارح بالظبط محمود فتح الله. ما هو لما يعمل فيك انت كده من 9 سنين ما تزعلش لما يعمل كده في سموحه، ده عمل كده في الاهلي، ده يوميها كريم بامبو انفراد جول محكمه، بينالتي محكمه، بينالتي وطرد ما حسبهاش زي حساب حسن امبارح، والاهلي من يوميها ما بيطلبش انه يمشي. وطبعا فاكرين طبعا البينالتي بتاعت وليد ازارو في ماتش الانتاج الحربي اللي ما حسبهاش، والاهلي ما بيطلبش انه يستبعده. شوف ماتش 2014 كان حسن حمدي رئيس النادي، بعد كده الانتاج الحربي كان محمود طاهر رئيس النادي، وادي احنا في الماتش ده محمود الخطيب رئيس النادي، ولا ده طالب باستبعاده ولا ده طالب باستبعاده ولا. طب مين هيطالب باستبعاده يا جماعه؟
الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عمل على صفحته باللغة العربية استطلاع رأي بعد كأس العالم للأندية عن أحسن لاعب عربي في النهائيات. كان البطولة فيها 3 فرق عربية، الوداد المغربي المنظم، والأهلي ممثل إفريقيا، والهلال ممثل آسيا. حسين الشحات نجم النادي الأهلي اللي عمل رقمين قياسيين في البطولة دي، أصبح ضمن صفوة اللاعبين اللي سجلوا في 3 بطولات مختلفة. حسين الشحات بعد ما سجل الهدف الأول للأهلي في أوكلاند سيتي بقى جايب في 3 دورات مختلفة، مرتين مع الأهلي ومرة مع العين الإماراتي. وبعد ما اشترك في مباراة الأهلي الأخيرة ضد فلامينجو أصبح أول لاعب في تاريخ كأس العالم يلعب 12 مباراة في كأس العالم. جمهور الأهلي عطى حسين الشحات المركز الأول بنسبة 58%، وسالم الدوسري نجم الهلال السعودي أحد نجوم كأس العالم اللي فاتت كمان خد 39%. النهاردة إن شاء الله الساعة 6 مساء في الإسماعيلية في هيئة قناة السويس، ولكن دايما بدون جمهور، المباراة النهائية لكأس السوبر للكرة الطائرة المصرية بين الأهلي والزمالك. آخر 4 ماتشات أهلي وزمالك الأهلي كسب. آخر ماتش أهلي وزمالك الأهلي كسب 3-0. الزمالك مشي المدرب بتاعه شريف الشمرلي أول امبارح استقال، مساعده هو اللي بيقود الفريق. لكن إيه اللي هيعملوه الحكام النهاردة؟ لأن ياسر قمر وهناء حمزة يدبروا كل حقارة وقذارة ويجيبوا إبراهيم نور الدين بتاعهم يحكم ماتش الأهلي والزمالك. كلنا في انتظار إن شاء الله إيه اللي هيحصل النهاردة وفقا لكل المقاييس والمعايير والإمكانيات. المفروض إن شاء الله الأهلي يكسب 3-0 ويتوج بكأس السوبر. لكن إيه اللي بيحصل؟ امبارح كمان أحسن لاعب كرة سلة في نادي الزمالك مصطفى مكاوي اللي بيسموه كيجو هرب، بقاله 5 شهور ما خدش مرتبه من نادي الزمالك فهرب راح قطر، هيوقع لنادي الشمال يلعب مع نادي الشمال. مصطفى كيجو هو اخر بيفوت في نادي الزمالك. بيفوت اللي هو لاعب الارتكاز، اللي هو اطول لاعب، اللي هو مسؤول اكتر حاجه عن عمليات الريباوند تحت الكرات المرتده تحت الباسكت، وعن الاستلام في منطقه ال3 ثواني لتحويل الكره داخل السله. البيفوت اللي قبله او لاعب الارتكاز اللي قبله في الزمالك اللي هو كان انس اسامه هرب الصيف اللي فات وقع لنادي الاتحاد. انما ما حدش يتكلم عن الحقاره دي. الاعلام المصري احقر مما تتخيل. عشان تعرف الاعلام المصري حقير قد ايه، الزمالك بعد ما كسب سيرقا امبارح، بعد ما كسب سموحه وطلع الرابع، بقى الرابع في الدوري بفارق نقطة عن المقاولين اللي ليه ماتش. يعني المقاولين لعب أقل من الزمالك ماتش، يبقى المقاولين لو كسب يتفوق على الزمالك. يقوم يلا كرة يكتب إيه؟ الفارس يعود للمربع الذهبي. الزمالك عشان كسب ماتش بالسرقة بقى فارس، والمركز الرابع بقى المربع الذهبي. المركز الرابع اللي لما الاهلي نزل 3 يلا كرة مسكت اسطوانه وقعدت الاهلي الثالث الاهلي الثالث. انما لما الزمالك يبقى الرابع بقى المربع الذهبي. الناس دي الحقيقه مبوظه الكوره ومبوظه الاعلام ومبوظه الاخلاق. وطاب صباحكم. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.